شرقي، بن اهلي، بن قلبي. تسلم رجلك يا بن شرقي، فرحتنا والله يا ابني، كنت فين من زمان؟ هو ده اللعيب اللي فعلا تعتمد عليه. بن شرقي بشكر إدارة النادي الأهلي على الصفقة الناجحة، صفقة فلوسها حلال. هو ده بن شرقي يا جماعة، ده بن شرقي اللي كنا مستنيينه، وكان جماهير النادي الأهلي عارفين إن هو فعلا صفقة ناجحة. النهارده بن شرقي كلنا عارفين يا جماعه اللي هو بيلعب وينج شمال. النهارده بن شرقي وهو بيجيب الجون لقيناه حط نفسه على طول كرقم 10 كمهاجم، حط نفسه جوه الصندوق وراح مدي الكرة على طول لعمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد عمل له اسيست، ولا اجمل ولا اروع من كده. بشكر عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد عمل له اسيست، لقينا بن شرقي بيستلمها على طول على صدره وبينزلها بتركيز وباحترافيه ويروح شايطها على طول على شمال الزنفولي وربنا ما يقدر يعمل فيها حاجه. والله يا زنفولي لو اترميت عليها 100 مره ما تقدر تجيبها، لان بن شرقي حاططها باحترافيه، حاططها على شمال الجون في البعيده، يمين بالله لو مين في واقف في الجون ما يقدر يجيبها. النهارده بن شرقي بيفرح جماهير النادي الاهلي، مع ان الجماهير كانت وصلت للدقيقه 90 وكانت فاقده الامل. قالت لك بس الماتش يخلص تعادل وكده الدوري بيضيع، والدوري كده بيراميدز هياخده. انما يشاء السميع العليم، اللهم لك الحمد، ان بن شرقي يجيب الجون عشان يفرح كل الجماهير الاهلاويه، كل الجماهير اللي كانت بتقول يا رب. النهارده بن شرقي بيفرح كل الاهلاويه في جميع انحاء العالم، بيفرحهم في جون في الدقيقه 94، بيفرحهم عشان اي حد يقول ان بيراميدز هياخد الدوري اقول له مفيش منه. النهارده محمد يوسف بيعمل سكنات عسكريه، بنقول له يا محمد يوسف عايزين نعدي الحدود، عايزين نجيب جون نفرح الاهلاويه في كل حته وفي كل مكان. محمد يوسف عامل سكنات عسكريه بيقول لك محدش هيعدي، ولكن بن شرقي على طول فرح كل الاهلاويه. النهارده بن شرقي بيثبت للجميع ان هو فعلا يستحق ان هو يرتدي التيشيرت الاحمر، يستحق ان هو فعلا ان احنا كلنا نقول بن شرقي، بن اهلي، بن قلبي. كلنا لازم نقول ان بن شرقي النهارده عمل الصح، تكسب 9 المطوشه اللي جايين عشان ما تخليش بيراميدز يبقى عشمان اللي هو ياخد الدوري. وانا من هنا بقول لك يا بيراميدز، عشم ابليس في الجنه ان انت تاخد الدوري من النادي الاهلي. قدامنا بالظبط 9 مطوشه، ال9 مطوشه اللي جايين ان شاء الله باذن الله ناخدهم فحت ورد. عندنا طلائع الجيش يوم الاربع، اكيد برضو طلائع الجيش هيعمل سكنات عسكريه بس مفيش منه. النهارده بقول له كولر انت استفدت من اخطائك، ان انت نزلت بن شرقي من اول الشوط الثاني، لعبت بجرادي شار واسامه ابو علي 2 هجوم. بقول لي النهارده ان انت فعلا لعبت بمحمد هاني باك رايت ولعبت بكريم الدبيس باك ليفت. ايوه كده يا كولر استفاد من اخطائك، مفيش مشكله، مفيش حد بيغلط، بس الصح ان انا استفاد من اخطائي وما ارجعش للاخطاء تاني. لازم التغييرات اعملها بدري زي ما عملتها النهارده. لازم النهارده اما انا اجيب جول ان انا احافظ عليه، اعززه بجون تاني وبجون تالت عشان ما اديش فرصه للخصم اللي هو يتعادل معايا. اي فرق من فرق الدوري بيلعبوا قدام النادي الاهلي بيبقوا عشمانين ان هم يطلعوا بنقطه من النادي الاهلي، ان الماتش يخلص تعادل، بيلعبوا على الدفاع، بيلعبوا على السكنات العسكريه. ولكن النهارده بنقول الحمد لله، النهارده النادي الاهلي خد ال3 بونت من محمد يوسف اللي كان عامل سكنات عسكريه في حرس الحدود. وبقول لمحمد يوسف انت النهارده لعبت كويس، بس نفسي الاقيك بتلعب كده قدام كل الفرق، مش ان انت بس بتموت نفسك قدام النادي الاهلي وبس. وبقول لكل الاهلاويه ان شاء الله الدوري اهلاوي، وبيراميدز يبقى يقابلني لو شم الدوري.